سلام، أنا محمد عاشور ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم يا جماعة الخير في مدينة كيب تاون. رايح على مول جدا ضخم هيك مفتوح، إشي مرتب كتير. راح أصور لكم إياه أورجيكم الأجواء هناك. معلش سامحونا على الصوت، مزكم شوي عيان. حاليا أنا موجود في البيت، صار لي كم من يوم هنا. شوفوا، بسم الله توكلنا على الله يا جماعة الخير. الشوارع لحالها بتجنن يا جماعة الخير، ما شاء الله. شوفوا حاليا لو شايفين هناك البحر النازل على المنطقة هذيك، أضل ماشي على الساحل لحد ما أوصل المول. تقريبا يعني راح أمشي لي نص ساعة أو هيك إشي. مش إنه ما بدي أخذ أوبر أو غيره، بس المشي أحلى. كل البيوت اللي حواليك بتجنن، الطبيعة كتير حلوة ما شاء الله، فبتستحق المشي. عرفتوا علي كيف؟ كيب تاون يا أخي. الدرج اللي كل يوم بنزل منه هاد بودي على طول لتحت. ليتس جو. يا اخي درجة الحرارة اليوم غريبة، الجو كثير شوب وما بدي اشلح حي لانه فجأة ممكن تمطر. يعني هو كل يوم بالليل شوفوا درجة الحرارة بتكون تحت 10، 5، 7 هيك اشي، والجو بيكون ثلج. والمكان اللي انا فيه ما في قدامه عماير، فالهواء بضرب ضرب كثير، بصير برد. فجأة الصبح بيطلع الدنيا شوب، بعد ساعة بتلاقيها مطرت، بعد ساعة بتلاقيها خريف. 4 فصول. تذكرت اسطنبول، 4 فصول في نفس اليوم. ما شاء الله. شوف الكاميرا ما بتبين زي الطبيعة، طبعا الطبيعة أحلى، لكن هينا بنشوف. أنا لحقت أتعب، الصحة راحت يا جماعة الخير. بطل في عنا لياقة، قاعد بنط أنا مش قاعد بنزل. شايفين هاي الشركة يا جماعة الخير؟ SRG. هاي بتلاقوها في أغلب البيوت بيستخدموها. هاي شركة أمان هنا، لأنه سمعت إنه عدد الشرطة هنا 7000 ضابط شرطة في كل جنوب أفريقيا. مش عارف المعلومة صح ولا لا، جنوب أفريقيا ولا كيب تاون، بس 7000. فمستحيل يقدروا إنه يسيطروا على كل الشوارع الموجودة هنا، لأنه نسبة الجريمة كبيرة هون. فاهمين علي؟ فبستعينوا أكتر بشركات أمن، بحطوا إنذارات في البيت، بحطوا جرس لو دست عليه في ثانية بكونوا عندكم مسلحين كذا. فإشي كويس، لأنه أغلب المنطقة اللي أنا فيها كلها عواجيز كبار في السن كذا، بخافوا على نفسهم. فمن الطبيعي يكونوا حاطين إنذارات وبدفعوا على شركة أمن تيجي تحميهم وهيك. شايفين هذا الملعب يا جماعة الخير؟ سنة 2010 الفيفا أقامت فيه كأس العالم، بس مش النهائي، اللي قبل النهائية أقاموا في هذا الملعب. اسمه DHL ستاديوم، موجود في جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون، في منطقة اسمها جرين بوينت. طبعا الملعب هذا كتير مشهور هون. شوفوا المنطقة حواليه، لأنه اللي بناه حسب ما سألت حكوا لي إنه هو طلب يكون الفيو على البحر، يعني الطرف اللي ورا هيك موجود بحر، والطرف هنا ورايا فوق موجود جبال. فأي حدا قاعد هناك إن كان الطرف هذا بشوف البحر، إن كان الطرف هذاك بشوف طبيعة وجبال وهيك. فاللي صمم يقول لا أنا بدي إياه زي هيك. بس هذا الكلام كان كأس العالم 2010، فما بعرف إذا هيعملوا فيه مرة تانية كأس عالم ولا لا. بس لو عملوا هيكون إشي كتير حلو. لو كنت هون موجود هوثق لكم كل إشي إن شاء الله، يعني للمهتم في الكورة وهيك. لسه ضايق قدامي ثلث ساعة تقريبا، بس قربنا. عرفت الطريق أنا من هنا، كنت فاتح جوجل مابس بس عرفته. هضل نازل في النزلة هاي كلها تحت، طريق واحد بضله. الزر هذا عشان لو بدك تقطع بصير أحمر هون وبتمشي عادي. في كتير دول زي هيك، وفي دول تانية عمري ما شفتها فيها هذا الاشي. اشي حلو الصراحة. البيوت الملونة هنا في كيب تاون بتلاقوها كتير. شوفوا أخضر وبنفسجي وأحمر هناك وكل مكان. وهاي الجبال اللي كنت أحكي لكم عنها من شوي، معلش غبشت إيدي. هاي الملعب بس لسه من ورا هيبين معي أكتر، رح أورجيكم. في منطقة كاملة سمعت إنها مليانة فلسطينيين وبدعموا الفلسطينيين كمان، اسمها بو كاب إشي زي هيك. صاحب البيت اللي أنا عنده قال لي بدي أبقى أخذك عليها بالسيارة نروح ناخذ لفة هناك. إشي كتير بجنن. البيوت كلها ملونة وعلم فلسطين تلاقوهم مرسوم على الحيطان، وبنفس الوقت برضو معلق فوق البيوت. كيف حالكم؟ إن شاء الله تمام. شفت يافطة مكتوب عليها هوسبيتال، فتذكرت شغلة الكل كان يحكي لي عنها، إنه هنا لو بدك تروح على مستشفى بدك تبيع كليتك عشان تدخل، أو لو بدك تروح على صيدلية حتى تشتري دواء كتير غالي، لأنه ما في عندهم تصنيع محلي، بيجيبوا من برا جنوب افريقيا بيستوردوا وكذا. انا وصلت على المكان، بس غريبة كأنه في تعديلات. هاي المدخل راح ندخل هلا اورجيكم اياه من جوا. يلا بينا. activities.
The last one is too dangerous. Because he just came now. Yes, watch this. It's for you, sir. And this is very, very. Ayoba. Okay. الدنيا اتطورت. تعال نشوف شو بده يعمل، بده يبهر الدنيا على اساس. موازن كل هذا على تمه. اميزنج. رح اخذكم لفه اورجيكم كيف الدنيا والاجواء وهيك. هاي المكان اللي انا فيه حاليا المول اسمه ووتر فرونت، موجود في كيب تاون. هاي المكان تقدر تيجي تقعدوا. حاليا في مباراة الناس قاعدين بيشوفوها زي ما انتم شايفين، وفي ممشى هيك طويل، وهي واحد من المداخل تبعون المول. وهي الساحة اللي هي الناس بيقعدوا يسووا فيها او يعرضوا فيها مواهبهم وهيك. هنا تحت في مينا كبيرة راح اخذكم عليها برضه. المكان من كتر ما فيه اشياء حلوة جد بصراحة متحير، او الواحد بتحير لوين نروح بالضبط. تعالوا اورجيكم. هنا عبارة عن شركات تبعون، مثلا حدا عنده هليكوبتر، حدا عنده سفينة، حدا عنده مغامرة معينة، كلهم بيعرضوها هنا على هيك لوحات صغيرة. بيعرض لك السعر، بيحكي لك شو الاكتيفيتي اللي هم بيساووها. مثلا شوفوا، مثلا هنا بتقدر تطلع في هاي، بعطوكم السعر وهي الخطة تبعت الرحلة والكلام هذا كلهم على نفس الشكل. هاي بتلاقوا هذا المنطقة كلها، شوفوا كله نفس الاشي. شايفين طيران، مغامرات. هنا في سفن، رحلات سفنية وهيك. في الطرف الثاني برضه هناك راح نروح حاليا. يعني ما شاء الله المكان ما بيخلى من الاشياء الحلوة واللي ممكن تقدر تسويها لا تضيع وقتك تتسلى. يعني انت ممكن تيجي كثير بدري، تقدروا تيجوا وتغيروا جو من الصبح لاخر الليل وما تملوا ابدا. سامعين اذا حوالي موسيقى؟ اسمعوا. تعال نروح نشوف من ام مصدرها. اوكي لقيتهم. هيك اجواء صراحة. المكان كثير مرتب، الناس قاعدين بيرقصوا حواليهم. شوفوا. هنا اللي حابب الريقو ببيعوا عصير واشياء هيك. هذا الممر بروح على المباني اللي ورجتكم اياها من شوي، رايحين عليها حاليا اورجيكم اياها. مباني هنا يا جماعه الخير بحسها مايله اكثر على اوروبا. ولا مره رحت اوروبا، بس على حسب ما بشوف من الصور والفيديوهات على الانترنت، الشوارع، المباني، التصاميم، كل شيء بتحسوه اوروبا حرفيا. جد كثير حلوه. ما كنت متوقع جنوب افريقيا زي هيك. ما شاء الله. الناس بيطلعوا في هالقطار هاد بخدهم لفة وهيك. والمكان هاد زي برواز الناس تيجي تتصور عنده وهيك. بس طبعا انتوا عارفين فيش حدا معي انه يصورني، ولا اعرف اصور حالي اصلا صور كويسة. بس يلا نحكي لكم كيف الدنيا. شوفوا مثلا هذاك المبنى يا جماعة، حرفيا اوروبا. منظر هون ما شاء الله. موسيقى في كل مكان، اكتيفيتيز في كل مكان. شوفوا لها الشطرنج يا جماعة الخير، تلعبوها بايدكم بشكل حقيقي يعني. شوف تحف واشياء قديمة. شوفوا هالجيتار هذا ما اكبره، تفرجوا. واشياء ثانية كتير. احنا وصلنا على فكرة على المنطقة اللي حكيت لكم عنها، هي هان. حاليا هذا في جسر بيفتحوه كل شوية وبسكروا للسفن انه تعدي من الطرف هذا للطرف هذا. راح اورجيكم اياه. شوفوا هنا في كتير بطريقة على فكرة يا جماعة الخير. المهم شوفوا هذا هو المنظر، هذا الجسر بيفتح هيك، بيعدوا منه بتروح على الطرف الثاني. الطرف الثاني عبارة عن مطاعم، براندات، اشي مرتب. تعال نروح لهناك نشوفه. قبل ما نروح خلنا اورجيكم هاي. شفتها كاتب لك كل دولة او مدينة قد ايه بعيدة من هنا بالبحر، حط لك الاتجاهات بالضبط من وين بتروح لها في البحر. جد اشي ما شاء الله بجنن. عاملين بطريق كبير بس مصدي. الزلمة هذا وقفنا بيقول لي بدك طيارة هليكوبتر ولا لا. سألته عن سعرها قال لي 2400 رند. هنا كل 1750 رند $100، يعني تقريبا $140 بتطلعوا. مدتها حكالي 12 دقيقة الرحلة، بتلف حوالين كيب تاون، تنطلق من السفينة الحمراء انه تواجد هناك.
شايفينها جد إشي كتير حلو على فكرة، نبي نجربها في يوم من الأيام. يعني نجيب شوية مصاري من اليوتيوب هذا إذا جبنا مشاهدات. يلا شيروا المقاطع تبعتي يا جماعة الخير، واشتركوا إذا مش مشتركين، وحطوا لايك على الفيديو. يمينك جبال، شمالك بحر، يا سلام. عاملين مكان هنا اللي مع أطفال حاب أخليهم يتسلوا وهم يتمشوا. هنا الوضع كله أمان. المكان هذا أغلبه زي مطاعم، كوفي شوبس، براندات تقدر تشتري منها أواعي وهيك. ولقدام نفس الاشي، هو عبارة عن شارع مشيت فيه قبل هيك، شارع طويل بس اللي بده يتمشى اللي بده يركض وهكذا. يعني ركزوا لها كلمة هكذا. شوف هالدرج ملون. شوف في كثير اماكن صراحة انا مش عارف شو اصور لكم، بس قاعد باخذكم جولة معي هيك قاعد بتمشى، فقلت اورجيكم معي هيك تتسلوا. هذا البراند عندهم عبارة عن صيدلية، لكن بتلاقوا في كل حارة فرع منه، كبير جدا صيدلية، وبنفس الوقت ببيع اي اشي بخص مستلزمات طبية، بشرة. مش بس انه صيدلية بتبيع دواء، كل اشي بخطر على بالكم للجسم، للتجميل، لكل اشي، واشي نظيف واسعارهم كثير حلوة. اسمه كليكس. شوفوا كيف شكل المباني هنا. وهذا المكان اللي حكيت لكم عنه ممشى، تضلكم ماشيين من هنا وتشوفوا الجبل والمناظر هاي كلها. هنا ما في اشي، بس تقدروا تقعدوا على الكراسي اللي هنا تستمتعوا شوي. هذا براند كبير. هناك بارك سيارات، هناك زي ما انتم شايفين في مينا وسفن وهيك. بس هاي المكان هاد مفرع لكثير اماكن تانية بقدر اخذكم فيها جولة، لكن يعني هاي من افضل الاماكن اللي ممكن اورجيكم اياها، هي اللفة اللي اخذتكم اياها. والواحد هنا بيجي اكتر يتمشى، يغير جو، حب يشتري شوية اغراض بيشتري. بتتسلى انت، الاولاد، اذا متجوز، اذا اعزب برضه كثير حلو المكان. يعني هي جنوب افريقيا وبرضه كيب تاون فيها كثير اماكن مستحيل تقدروا تتخيلوها، او مستحيل تقدروا تخلصوها في فترة الفيزا تبعكم. كانت 3 شهور ولا 6 شهور ما بتخلص ما شاء الله. بس انا عشان اقدر اعمل هذا الاشي كله بدي كمية فلوس كبيرة مش طبيعية، على اساس ان انا اقدر الف الاماكن هاي كلها واعمل الاكتيفيتيز، النشاطات اللي البني ادمين هم ممكن يعملوها، لانه غالية كتير. يعني نفسي اروح اركب هليكوبتر، تقدر تروح تركب طيارة وتنط باراشوت، سكاي دايف، تقدر تروح تسبح مع قروش، تقدر كتير في اشياء الواحد ممكن يسويها هنا، بس تحتاج مصاري. فماني توكس. قبل ما ننهي الفيديو بتمنى تدعوا على اهلي في غزة. وبس هنا بنكون وصلنا لنهاية المقطع. بتمنى يكون عجبكم، لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. بيس اوت.